والهالات السوداء دي ليها اسباب كتيرة جدا، لكن احنا بنستخدم حقن الفيلر في منطقة تحت الجلد زي ما نشوف في الصور بتاعتنا، علشان نبتدي ان احنا نخلي المادة دي تدخل. طبعا احنا زي ما احنا شايفين طريقة حقن مادة الفيلر، بنحقنها في مكان معين وبشكل معين، لان زي ما نشوف في الصور اللي موجودة دي كل واحدة فينا بتحلم ان هي تكون نجمة. زي ما احنا شايفين كده بالميكروسكوب بتوضح التجاعيد الموجودة في الجبهة نتيجة فقدان مادة اللسن في الجبهة بتاعتنا، فيبتدي تظهر التجاعيد وتبتدي تظهر الجبهة ان هي بتكون مكرمشة، ودي بنعالجها في الغالب باستخدام حقن البوتوكس. برضو حوالين الفم بتظهر التجاويف اللي احنا قلنا عليها، والتجاويف دي بنحتاج ان احنا نملاها باستخدام مادة الفيلر، او التجاعيد اللي موجودة حوالين العين. زي ما هنعرض في الصور كده حاجات مختلفة. الحاجات اللي موجودة دي بتوضح لنا أهمية حقن الفيلر، وإزاي إن احنا نستخدمه، وإزاي إن احنا نعمل تناسق بين حقن البوتوكس، وده في الغالب بيكون للجزء العلوي من الجسم بتاعنا. زي ما احنا شايفين الصورة بتوضح الفرق بين استخدام البوتوكس واستخدام الفيلر والتقنية